هنا متسائل بيسأل: أنا وزني 160 كيلو وعايزة عايزة أخس، ما كتبش قد إيه في شهر. هل ينفع بنظام لو كارب أقدر أخس؟ هو السؤال الأهم من كده هو ليه شهر؟ يعني ايه المناسبة اللي تستدعي ان انا اخس؟ يعني 160 ده وزن كبير، من الواضح انا معرفش طولك كام، بس ايا ما يكون يعني 160 عايز تخسهم في شهر، ده على اساس ايه؟ يعني هل الوزن ده انت اكتسبته في شهر عشان تقدر تخسه في شهر؟ اكيد الموضوع مش كده خالص. اكيد الوزن ده اكتسبته على مدار سنين، ما اتعملش في يوم وليلة. فأكيد انك تخسه في شهر ده من المستحيلات، ولو خسيت حتى ربعه ولا نصه هيأثر على صحتك، هيأثر على الشعر، هيأثر على العضلات، يعني اخر حاجه هتفكر فيها ان هي تخسها هي الدهون مش هتخس. يعني اللي هينزل ميه هتخس عضل، شعرك هيقع، لكن الكلام ان هو تخس دهون وتبقى صحتك كويسه ده مستحيل يحصل. تقدر تعمل ايه دلوقتي علشان تحل المشكله دي؟ اولا تجنب الميزان خالص، شيله على جنب وامسك المقاسات بتاعتك، شوف الهدوم اللي عندك، شوف مقاساتك، خد صوره كده بشكلك كلك على بعضك، وابدا بالحاجات. انت دلوقتي عندك واحد زايد في الوزن، يبقى عندك شراهه في الاكل، ما بتعرفش تبطل، بالجوع بسرعه، ده لان في عندك مشكله ان هي تاخد حاجة حلويات وتاخد حاجات كتير بتفتح الشهية. الحاجات اللي بتفتح الشهية معروفة، اللي هي النشويات البسيطة، اللي هي العيش والرز والمكرونة، العيش الأبيض والرز والمكرونة، دول حاجات فواتح شهية. مش اللي حد بيقولك، في ناس يقولك أنا لازم أكل بعيش أو برز أو مكرونة عشان أشبع. الكلام ده غلط، الكلام ده بيفتح الشهية، بتخليك تجوع أكتر. طيب الحل التاني نعمل ايه؟ ان احنا بعد ما نوقفنا ده نزود البروتين. بعد ما زودنا البروتين نزود الخضروات اللي هي الالياف، نركز على الالياف، اهم من البروتين كمان الالياف. عندي نسبه الياف كويسه في اكلي، مع نسبه كربوهيدرات معقده، مع نسبه بروتين، انا مستحيل ان انا ارجع اجوع تاني. وان شاء الله احنا داخلين كده على شهر كريم، في شهر الصيام، هنقدر نعمل دلوقتي ده فرصة كويسة جدا ان احنا نخس فيها. هعمل بروجرام ازاي نحافظ على وزننا، او ازاي اللي عايز يخس يبقى عنده فرصة كويسة جدا ان هو يخس بطريقة سهلة وطريقة صحية جدا وبدون اي حرمان. ان شاء الله هعمل لكم برنامج كامل هنزله لكم على التيك توك، تشوفوا بالظبط عبارة عن ايه، هنعمل ايه علشان نخس من غير اي مشاكل. وكل عام وانتم بخير.